سبيروس باتيس، اصل الكازوزه في مصر من سنه 1920، يعني دي مش بديل لحد، هم اللي كانوا بديل ليها وخلاص كل حاجه رجعت لمكانها. سبحان الله، انا تعبت قوي يا جماعه عشان اوصل للخمس اطعمه دول. طيب بالنسبه بقى للاسعار، انا مش عارف اقول الاسعار لان في واحده جايبها ب 10 وواحده ب 15 وواحده ماضي عليها وصل امانه، هي دي اللي بطعم التفاح دي دفع فيها دم قلبه والله. واحده جت لي ببلاش اللي هي بطعم الكيو دي، بس سعرها اللي انا اعرفه اللي هو 8 جنيه. فانا بتمنى من الشركه تظبط بس الانتاج بتاعها وتفوق بس من الصدمه اللي هم فيها دلوقتي، ويبقى يكتبوا سعرها على الازازه. ويلا بقى يا باشا نبدا اول مشروب معانا، وهو مشروب الليموناتا، وده المفروض اللي هو طعم السيفن اب، فيلا نشوف. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. لا هو مبدئيا يستحق كل اللي هم فيه دلوقتي كمشروب مصري وبالطعم ده عالمي. الصودا فيه حلوه قوي، ده هيبقى مشروبي بعد كل اكله. مزازه الليمون موجوده، السكر بتاعه مظبوط. الفرق الوحيد اللي انا لاحظته بينه وبين السيفن اب ان انا حاسس بطعم ميه ورد. ما اعرفش انا بيتهيألي ولا لا، بس انا حاسس بطعم ميه ورد والله. انا بقالي يومين عمال ابلبع في مشروبات مصريه ما قابلتش الصودا العاليه قوي دي، فالليموناتا حطت عليهم. نشوف اللي بعده، صودا ليمون. انا ما اعرفش ايه الفرق بين دي ودي، الاثنين فيهم ليمون. نصب يا باشا. حاسس ان الصودا هنا اقل شويه، حسدناهم. بسم الله. ايه ده؟ ده غير ده خالص، ده ليمون صافي، ليمون وصودا، والسكر بتاعه على الشعره. طب وعد الله الشركه دي عالميه والله، انا ما بطبل عشان انا مقاطع، لا لا يا باشا، ده احنا كده قدامنا 200 سنه قبل ما يجي شركه تنافسه. المشروبين دول كطعم وصودا وسكر مظبوطين جدا، يعني ممكن انا واقف قدام الكشك وشفت الاثنين انا هحتار بينهم فهشتري الاثنين واشربهم. نشوف اللي بعده. نخش بقى على التفاح. صب يا باشا ونشوف. ده برضه الصودا فيه عاليه. بسم الله. هنا بقى طعم التفاح هادي شويه، في ريحه تفاح قويه جدا، بس طعم التفاح هادي قوي، قريب شويه من طعم التفاح اللي في عصير بيست. صودا عاليه، السكر مظبوط، طعم التفاح حاسه مدي على عصير مش على مشروب غازي. بس عشان خاطر اخواتنا والمقاطعه هنعتمده برضه، بس مش هيكون ذوقي، انا ذوقي الاتنين دول. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى يوسفي. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده كده عيل صغير رجعه وحطها في التلاجة تاني. انا كنت بعمل كده وانا صغير، ربنا يسامحني بقى، ولا كأن حصل اي حاجه. السودا طارت. بسم الله. يا نهار ابيض، عارفين الاستفند الاخضر ده اللي هو بيبقى حادق، اللي هو موجود في السوق اليومين دول، والله العظيم نفس الطعم. السودا هاديه، معرفش ده كان سوء تخزين ولا ايه، بس طعم الاستفند هنا طبيعي جدا. البق اللي انا خدته اكن اكلت استفندايه، عكس اللي انا لقيته في التفاح. الناس اللي بتحب اليوسفي او اللي بتحب السكر قليل هيعجبها قوي المشروب ده، وده يتحط هنا يا باشا. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى دي اللي جايه لي ببلاش، ودي بطعم الكيوي. انا بس كل اللي مزعلني ان اغلى واحده جبتها ما عجبتنيش. نشوف الكيوي. يا جماعه احساس ان انت بتسمع تس كده من مشروب مصنوع في بلدك بتفرق والله. نشوف يا باشا الكيوي. هو اللون الصراحه جامد. نقول بسم الله. بسم الله. طب اقول ايه، والله برضه اكن كلت كيوي يا جماعه، مش مجرد مشروب غازي والله. ولاد الذين جايبين طعم الفاكهه بالظبط ما عدا التفاح. ما اعرفش بقى ده سوء تخزين او لسه هيشتغلوا عليه، ما اعرفش. بس لو هنتكلم على طعم الفاكهه، انا في اليوسفي والكيوي انا اكن كلت فاكهه فعلا. مشروب زي ده المفروض سعره 8 جنيه، والله العظيم انا عندي احسن من ابو 10 جنيه. ومش تطبيل، انتوا عارفين ما بيفرقش معايا، لو وحش كان زمان بصيح، بس والله كصودا وطعم وسكر يا رب يستمروا على كده. انا عايز ارتبهم واقول لكم ايه اكتر طعم عجبني، بس انا محتار والله. الاربعه اللي قدامي دول جامدين جدا، وبالذات الثلاثه دول، يعني الثلاثه دول كده يتحطوا، ده كده رقم واحد عندي، لا دول كده عندي رقم واحد. انا مش قادر اقول مين فيهم واحد واثنين، دول كده واحد بالنسبه لي، وده اثنين، وده ثلاثه. ويا رب يكون كان سوء تخزين. سبيروس باتيس محليه وعالميه، ويا رب يبداوا يصدروا بره، بس يكفونا احنا الاول. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للبيج. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.